حاولت ما أمكن من خلالها نبين عراقة التجربة السياسية المغربية، بدءا من الدولة المورية، اللي هذه الدولة اللي أنا كنعتبرها ربما أول دولة في تاريخ المغرب وأقدمها، بحيث أنها كترجع لحوالي 2500 سنة من اليوم. وهذا التاريخ هذا راه ماشي سهل. هذه الدولة هذه اللي كانت كتجسد السيادة المغربية، وكانت عندها علاقة مع القرطاجيين، وكانت عندها أيضا دولة عندها علاقة مع الرومان ودخلت في صراع معهم. هذه الدولة كان عندها جيش، كان عندها بين قوسين يمكن بلغة اليوم نقولوا سفراء اللي هما كيقوموا بالحوار وبالدبلوماسية مع الرومان وكذلك مع القرطاجيين. ايضا كان عندها واحد العدد ديال الحواضر اللي اثبتت واحد العدد الحفريات انه واحد العدد ديال المدن اللي كتنسب للرومان، مثلا طنجيس، مثل مثلا ليكسوس، مثل على سبيل المثال بناصة. هذه المدن هذه كلها عندها قواعد مورية، وبالتالي فحاولت ما امكن نبين اولا هذه العراقه، هذه التجربه هذه السياسيه، ثم كذلك الامتدادات ديالها التاريخيه، بحيث ان المغاربه في جميع الاحوال بالرغم سقوط الدوله الموريه استمرت التجربه السياسيه باشكال اخرى من خلال واحد العدد ديال الممالك المحليه اللي كانت منتشره في مختلف المناطق ديال المغرب وعلى مساحات كبيره، وكانت تقاوم الرومان وتحاورهم وتلتزم معهم بمعاهدات. ثم بعد الرومان يعني حتى عندما جاء الفتح الإسلامي لم يغير منها الوضع كثير، بحيث أنه وجدنا واحد الأعداد ديال الممالك كذلك بعضها كان موجودا قبل دخول الإسلام، وبعد دخول الإسلام استمرت، وهي اللي كنعرفوها احنا من خلال مثلا المؤرخين العرب المسلمين، مثل مملكة النكور، مملكة كيسميهم إمارة. وهذه القضية الفرق ما بين الإمارة والمملكة هو على أي حال خلاف اصطلاحي، ولكن ما عندوش شي أهمية كثيرة، ولكن اللي أساسي هو أن كانت هناك كيانات سياسية، مثل المملكة مثلا ديال النكور، مملكة بنو مضرار في سجل ماسة، مملكة برغواطة، مملكة بنو عصام في سبتة، مملكة الأدارسة أو إمارة الأدارسة. هادو كلهم في الأصل كلهم ممالك أمازيغية. وبالتالي الحقيقة هو أن التجربة السياسية المغربية والأمازيغية والمحلية بدءا من الموريين إلى حتى اليوم هي تجربة عريقة وطويلة وغنية ومؤثرة حتى في المسار ديالنا المستقبلي، لأن ملي كنفهموها كنفهموا بزاف الحويجات اللي كتخلينا نعيشوا المستقبل بطريقة مختلفة، ماشي بالشكل اللي كيبغي البعض، اللي فإما تماهي مع الشرق على أي حال أو تماهي مع الغرب بمساوئه. هذا باختصار.